هاي، صباح الخير والنشاط عليكم. يا رب النهاردة يبقى يوم حلو عليكم كلكم ونطلع منه عاملين إنجاز حلو. هل مادتين في اليوم كفاية؟ مادتين كفاية. النهاردة هناخد يوم فلوج، يوم كامل. هنشوف مع بعض أنا ذاكرت قد إيه في مادتين بس، وفي آخر الفيديو هقول لكم النتيجة كانت إيه. هل ده كان كفاية ولا لا كان المفروض ان احنا نزود تاني؟ تمام. انا هبدأ النهاردة معاكم بالكيمياء، والكيمياء معروف ان هي مادة تقيلة، وانا كنت منزلة فيديو عنها المرة اللي فاتت لما ذاكرتها ما كنت متضايقة منها. النهاردة هنشوف مع بعض اذا انا هكون متضايقة منها ولا مبسوطة ولا هكون مرتاحة ولا هيكون ايه اليوم ماشي ازاي. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نعرف نهاية التجربة ايه. اديني جهزت كل حاجة للكيمياء. تمام، كتاب مستر خالد، وجهزت كمان تو دو ليست نقراها مع بعض. اول حاجه هراجع المحاضره الاولى، تمام، لان انا قلت لكم ان انا هستخدم فكره التذكر المتباعد. تمام. والواجب انا ما كنتش سمعت فيديو حل الواجب فهسمعه. كده ابدا في المحاضره التانية، قسمها على جزئين، الجزء الاول والجزء التاني. بعد كده هحل الواجب، بعد كده هحطه على المنصه عشان يصحح. وبعد كده هبدأ في الانجليش زي ما قلت لكم ان انا هذاكر مادتين بس. ويلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. دلوقتي انا خلصت مراجعة المحاضرة اللي فاتت. تمام، وسمعت فيديو حل الواجب. فيديو حل الواجب طلع ساعة ونص تقريبا فتأخرت فيه شوية. دلوقتي هقوم اخد فطاري وارجع نبدأ في المحاضرة التانية، ان شاء الله نلحق نخلص بإذن الله. رجعنا تاني بعد الفطار، هنبدأ في المحاضرة التانية ان شاء الله نخلصها، متقلقوش، كله هيبقى تحت السيطرة. يلا بينا. دلوقتي خلصت سماع المحاضرة لحد الساعة ونص اهي، ساعة 31 دقيقة بالظبط، ولخصتها في الجزء ده. تمام، هبدأ أذاكرها الأول عشان ما تكترش عليا المحاضرة تبقى كبيرة يعني. هبدأ أذاكرها هما الصفحة دي ودي وكمان دي، تمام، والصفحة دي ولحد هنا لحد المربع ده. تمام، هذاكرها وبعد كده ارجع اكمل علشان ما يتراكمش عليا تبقى كبيره قوي. اخلص جزء جزء واذاكر كويس يعني. خلاص هحل اختبر نفسك وهرجع لكم تاني واقول لكم بصوا انا خلصت المحاضره. ثانيه يعني فاضل فيها درجتي ونص، يعني 18 ثانيه. هحل، انا هذاكر بسرعه الحته دي لان انا ذاكرت لحد هنا. تمام، فاضل لي باقي الصفحة دي وده الملخص، فيعني يعتبر صفحتين. وهحل الأسئلة بتاعت اختبر نفسك، صفحتين برضو 10 أسئلة، وهسمعهم وهقول لكم عملت فيهم ايه. بعد كده نحل الواجب وبعديها نريح عشان نرجع للإنجليش، يعني متأخر شوية يعني بعد شوية كده نريح شوية حلوين. أخيرا المحاضرة خلصت واختبر نفسك خلص. دلوقتي أنا هحل الواجب. تمام، هشارككم لحظة من أسعد لحظات حياتي وأنا بشطب على اللي ذكرته. خلاص يعني ده خلاص خلص الجزء التاني من المحاضرة. دلوقتي أنا خلصت واجب الكيمياء وصححته. النتيجة مكانتش أحسن حاجة بس عادي، هاخد بريك حلو، أروح أخد دوش. تمام، أرجع تاني أكمل إنجليش عادي، مفيش مشكلة، مش هتضايق، مش هزعل زي المرة اللي فاتت خالص. عادي، احنا في اول السنة وفي فرصة، بس النتيجة مكانتش حلوة. وهبدأ مع مستر انجليشاوي الفيديو ده. تمام، الفيديو ده 2 ساعة ونص، هقسمه على جزئين، وطبعا انا بلخص ورا كده المحاضرات التأسيسية مش محتاجة ان هي تتذاكر قوي يعني، 10 دقايق كده تمام. وهنا جهزت الجامتي اللي هلبسها. انا خلصت شعري. بصوا يا جماعة الشعر اللي واجع مني بجد، يعني لو حد عنده اي فكرة ازاي نعالج التساقط ده. وعملت كوباية الشاي التحفة دي وهشربها وابدأ على طول الانجليش ان شاء الله اخلصه. والفيديو ده ممكن ينزلكم بالليل قوي يعني. طلعت قعدت مع اهلي شوية، يمكن بالنسبة لناس كتير ان انا ضيعت وقت، لكن انا ما ضيعتش وقت، انا خدت منهم طاقة يعني. وجبت سناك خفيف اكله وابدا في المحاضره. دلوقتي الساعه 8:30. انا عارفه ان انا يمكن ضيعت وقت كتير شويه بس انا كنت مبسوطه يعني.
واحنا محتاجين نكون مرتاحين نفسيا اكتر يعني. اديني على طول هبدأ في محاضرة الانجليش. جهزت كشكولي وجهزت اقلامي وكل حاجة هستخدم، ستيكي نوت، كل حاجة هستخدمها عشان ابدأ بدون اي توقف في المحاضرة. يلا بينا. وتبقى ذاكرنا المادة التانية النهاردة. بجد حاسة اليوم منجز. انا خلصت الجزء بتاع الثانوية العامة، دلوقتي هو هيبدأ في الثانوية الأزهرية، فأنا هقفل الفيديو. كنت في القطعة اللي هو شرحها النهاردة، يعني كتبت شوية حاجات فهذاكرها وابقى كده خلصت خالص. يعني أنا على 11:30 إن شاء الله هكون خلصت. دلوقتي الساعة 11. هرجع لكم تاني عشان نختم الفيديو سوا وأقول لكم اليوم كان ماشي حلو، عجبني ولا لأ كده يعني. تمام، فاستنوني. كده اقدر اقول لكم ان انا خلصت كل التو دو ليست النهارده. خلصت كمان مذاكره المحاضره، ما كنتش عامله حسابي ان انا اذاكرها اصلا، يعني كنتش اعتقد ان هي المفروض تتذاكر. فكده انا خلصت كل التو دو ليست. دلوقتي الساعه 11:15. النهارده اللي عملناه خلصنا التركيب الالكتروني وحاله التاكسد، درس كيمياء يعني. تمام، دي بتذاكر. وخلصنا المحاضره التاسيسيه الاولى بتاعه المستر انجليشاوي. بجد يعني انا مكنتش متوقعه ان انا احب الانجليش بصراحه. مستر انجليشاوي بيشرحها بشكل حلو جدا. تقييمي لليوم انا راضيه جدا، انا ذاكرت قد ما قدرت. تمام، يعني مادتين مش قليل خالص. واقدر اقول ان النهارده يوم كان جميل مليان انجاز. اتبسطت خالص ان ذاكرت المادتين وهما كافيين جدا. الناس اللي بتذاكر 3 مواد ديت قد تكون هي فعلا بتعمل كده بتراجع، لكن مستحيل تكون بتذاكر محاضرات بالوقت ده في اليوم، فاهمين؟ انا النهارده ذاكرت الكيمياء والانجليش، خلصت حاجه من المتراكم وحاجه من الجديد. بجد مبسوطه خالص وحاسه ان الجدول فعال جدا، مش بضغط نفسي ومش سايبه الدنيا سداح مداح. وكده اقدر اقول لكم باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. واتمنى كل اللي وصل لهنا يعمل لايك واشتراك في القناة، ويسيب لي اي تعليق حلو يفكرني ان هو وصل لحد اخر لحظة في الفيديو. يلا باي باي.